هتحس بإيه لو وقعت من الدور العاشر؟ الناس فاكرة إن الوقوع من الدور العاشر مسألة ثواني وخلاص، لكن الحقيقة إن جسمك بيمر بحاجات مرعبة قبل ما بيلمس الأرض. أنا هقولك بقى، لو وقعت من الدور العاشر أول إحساس هيجيلك غالبا هو صدمة ورعب مفاجئ، قلبك هيضرب بسرعة جنونية ومعدتك هتحس كأنها بتطلع لفوق، نفس الإحساس اللي بتحسه في الألعاب الخطيرة اللي في الملاهي، لكن أقوى بكتير طبعا. خلال ثواني السقوط جسمك بيفرز كمية ضخمة من الأدرينالين، وده ممكن يخليك إنك تحس إن الوقت بقى أبطأ وإن كل حاجة حواليك بقت بالحركة البطيئة. ومع زيادة السرعة الهواء هيخبط في جسمك بقوة، وممكن تلاقي نفسك مش قادر تتحكم في حركتك أو حتى تفكر بشكل طبيعي من شدة الخوف. ولو حصل الاصطدام بالأرض فالإصابات بتعتمد على طريقة السقوط والمكان اللي وقعت عليه. ممكن تحصل كسور شديدة وإصابات خطيرة للأعضاء الداخلية والراس، وفي بعض الحالات النادرة أشخاص نجوا بسبب إنهم وقعوا على أسطح أو أشياء خففت من قوة الصدمة. الغريب إن أخطر جزء مش لحظة السقوط نفسها، لكن الثواني القليلة اللي بتبقى عارف فيها بالظبط ايه اللي جاي. ما تنساش تعمل فولو ولايك. اشوفكم الفيديو الجاي.